إلا المحطة الأخيرة التي ستفرز من هو الفائز بهذا اللقب. هل هو منتخب الساموري الياباني أم منتخب الكانجرو الأسترالي؟ يعني معي إحصائية يا باشمهندس، 360 ألف عدد الحضور بمتوسط 22 ألف في المباراة أو 11 ألف في المباراة. هل هذه الإحصائية مرضية وتنم على حضور جماهيري في البطولة؟ بالفعل زميلي عبد الناصر، لدينا العديد والعديد من الأرقام والتحليلات عن بطولة آسيا ربما لا يتسع وقتك إليها. نتعشم أن تفرد لها حلقة خاصة جدا إن شاء الله. ولكن بالنسبة للحضور الجماهيري، يعد الحضور الجماهيري نسبة مرتفعة إذا ما قورن بحجم الاستادات الأربع التي لعبت عليها فعاليات البطولة. فنحن نمتلك 4 استادات: استاد خليفة وهو الملعب الرئيسي الذي ستقام عليه المباراة النهائية، يتسع ل50 ألف متفرج فقط. يليه استاد جاسم، يتسع استاد جاسم بن حمد اللي هو ملقب باستاد السد، يتسع ل25 ألف متفرج فقط. ولدينا استادان في الغرافة سعتهما 17 ألف متفرج. فإذا حسبنا هذا الحضور الجماهيري، يعتبر بالنسبة لسعة الاستادات هنا في قطر وحجم البلد أساسا، يعتبر حضور جماهيري كبير. يعني طيب، المباراة النهائية كيف فسرها وتحدث عنها الإعلام القطري، وكيف يراها المراقبون لديك في الدوحة؟ لدينا العديد من التحليلات. دعني أبدأ معك بما قاله النقاد الرياضيون هنا في معظم والكتاب الرياضيون في معظم الصحف القطرية قبل أن تبدأ مباراة الفريق الأسترالي والفريق الأوزبكي. كان كل المراقبين والمحللين هنا يرشحون منتخب الساموري الذي لقبه برونو ميتسو، وهو لقب على حق ببرشلونة آسيا. فهو فريق يلعب الكرة الجماعية، فريق لديه من القدرة على امتلاك الكرة بإيجابية كثيرا. ولكن الكانجرو الأسترالي أطاح بالحصان الأسود في حلبة استاد خليفة وهزمه بسداسية قلبت كل الموازين. رأينا المنتخب الأسترالي مغاير لما بدا عليه في البطولة من حيث القوة والسرعة وتسجيل الأهداف. المنتخب الأسترالي قبل هذه المباراة لم يسجل كثيرا، بل كان المنتخب الياباني متفوق عليه في الناحية الهجومية. فهذه النتيجة الكبيرة قلبت كل الموازين، حيث أن المنتخب الياباني يمتلك أفضل خط